يا مرحبا وحياكم الله جميعا. اليوم راح أتحدث عن ظاهرة حدثت ويا تزامن دخول المريخ إلى برج القوس. اليوم 4 نوفمبر 2025 اكتمل القمر العملاق في برج الثور الترابي، ويعتبر هذا من أجمل وأقوى اللحظات الفلكية بخريف عام 2025. هل تحول يجمع بين الواقعية الحسية للثور والعمق التحولي للعقرب. هذا القمر يحمل طاقة تجسيد، طاقة استقرار، طاقة توازن بين الرغبة والراحة، لكن هالمرة مو هادئ مثل ما نعرف، لأنه ممكن يشكل زاوية تربيعية قوية ويا بلوتو بالدلو. هذا يخلي الضوء كامل على صراعات داخلية بين الأمان المادي والتحرر النفسي. خلينا نفكك المشهد الفلكي خطوة خطوة من خلال هذا النشر. أولا، وصف اكتمال القمر ببرج الثور ب 4 نوفمبر 2025. الشمس أيضا بالعقرب، القمر بالبرج الثور بدرجة 12 درجة تقريبا. الزاوية الأساسية هي معارضة ما بين الشمس والقمر، طبيعة في كل بدر وتربيع مع بلوتو بالدلو. العنصر المسيطر هنا الأرض والماء مع توتر هوائي ناري ويا بلوتو. هذا البدر راح يضيء محور الثور العقرب، محور الموارد، الرغبة، القيم والتحول. القمر هنا يقول أريد أشعر بالأمان، باللذة، بالثبات، بينما الشمس بالعقرب تهمسنا من بعيد وتقول لا، ما يجي الأمان إلا عبر التحول والتجرد مما راح يقيدك. إذا هنا راح يبين عندي التقابل ما بين القمر اللي موجود مكتمل بالثور والشمس اللي موجودة بالعقرب. الطاقة العامة لهذا القمر خلال هذا الفترة أكو حاجة قوية أنه نتوازن بين التملك والتحرر. أكو ضغوط مالية أو عاطفية تدفعنا أنه نغير طريقة تعاملنا ويا الموارد ويا الأشخاص. انكشاف حقائق تتعلق بالثقة، المال المشترك أو العلاقات الحميمية. أكو رغبة جسدية وحسية عالية جدا. الطاقة الجنسية راح تبلغ ذروتها غالبا ويا قمر الثور. زاوية التربيع ويا بلوتو برج الدلو، الزاوية هنا تحد عميق بين الماضي والمستقبل. بلوتو بالدلو يريد الثور والتحرر من الأنظمة القديمة، أما القمر بالثور يريد الأمان والروتين واللمسة المألوفة. هذه الزوايا ممكن تخلق توتر داخلي قوي بين ما نريده فعليا وبين ما نعلم أنه لازم نغيره. ممكن هنا تتفجر المشاعر المكبوتة، خاصة المتعلقة بالسيطرة والخوف من فقدان الأمان. ممكن نهايات مفاجئة لعلاقات أو أوضاع ما عادت تخدم تطورنا. بس ممكن أكو لحظة تحول شخصي مذهلة ممكن تمكننا من مواجهة المخاوف بدون التمسك بالماضي. أما تأثيرات اكتمال القمر على الثور والأبراج تباعا، بالنسبة للثور بداية، القمر ببرجك رح يسلط الضوء على ذاتك، مظهرك واحتياجاتك العاطفية. رح تحس بطاقة قوية حتى تثبت نفسك وتبدي من جديد، لكن تنتبه من العناد والتشبث بعلاقات ما تليق بيك أبداً. بالنسبة للعقرب، البدر بيت الشراكات رح يسلط الضوء على علاقاتك العاطفية والمهنية. أكو وضوح كامل حول ما يستحق البقاء واللي راح يرحل ولازم يرحل. أحذرك من الميل للسيطرة أو الانفجارات العاطفية. أما بالنسبة للجوزاء، القمر ببيت اللاواعي، راح تحس بثقل عاطفي ورغبة بالانسحاب. فترة ممتازة للراحة والتأمل. انتبه من القلق والتفكير الزايد. بالنسبة للسرطان، راح يضيء البدر بيت الصداقات والمجتمع. ممكن تنكشف حقائق عن شخص من محيطك أو تغيير علاقات بمجموعات معينة. لا تتشبث أبدا بعلاقات فقدتها وفقدت توازنها. بالنسبة للأسد، القمر ببيت السمعة والمهنة، إنجاز كبير بنقطة تحول بمسارك المهني، بس لا تخلي الكبرياء يمنعك أنه تعترف بالحاجة حتى تعدل خططك.
أما بالنسبة للعذراء تسليط الضوء على الإيمان والسفر والرؤية المستقبلية. أكو فرصة حتى نوسع الآفاق، وممكن قرار حاسم بخصوص الدراسة أو السفر. لا تدخل بنقاشات فلسفية متوترة أبدا يا عذراء. أما الميزان البذر بيت التحول والعمق، أكو تجديد نفسي وجنسي قوي، فرصة حتى تطهر مشاعرك. لازم تبتعد عن التلاعب العاطفي والغيرة. الجدي البدر رح يضوي على بيت الحب والإبداع، طاقة خصبة، حب جديد، مشروع ممكن يثمر. أريدك تتجنب فرض سيطرتك على الآخرين يا جدي. أما الدلو القمر ببيت العائلة والجذور، أحداث داخل المنزل تخص أحد أفراد الأسرة. أكو مشاعر قديمة رح تطفو باللاوعي عندك، واجهها بلطف مو بالعناد يا دلو. والحوت البذر ببيت التواصل والتعبير، أكو طاقة قوية للكلام الصادق وفضح ما كان مسكوت عنه، يعني أكو أشياء سكتت عنها راح تنفضح بهاي الفترة. لا تتسرع أبدا بالحكم أو الرد العاطفي. أما الحمل راح يسلط القمر الضوء على المال والممتلكات الشخصية، يعني إدارتك واضحة لقيمتك وما تستحق. انتبه من الإفراط بالإنفاق أو السلوك المادي الزايد عن الحد. عموما الجو الطاقي العميق، اكتمال القمر بالثور تحت تربيع بلوتو راح يوقظ الجسد، يفتح الحواس، ويذكرنا أنه اللذة مو خطيئة، ممكن وسيلة للشفاء، بس يطالبنا بالوقت نفسه أنه لا نغرق بالتملك، لأن التغيير قادم لا محالة. شكرا للجميع، وأتمنى إن شاء الله أجواء قمر الثور مميزة للجميع.